أهلا بيكم. وإحنا أطفال كانت معظم الحكايات اللي بتتحكي لنا عن حمار ومعزة وبقرة وأرنب وسلحفة. الرواية اللي هنتكلم عليها النهاردة أبطالها حيوانات برضو، لكنها مش رواية للأطفال. مزرعة الحيوان رواية للكاتب جورج أورويل، بتتكلم عن مزرعة مستر جونز. في يوم من الأيام اجتمعت كل الحيوانات مع بعض في المزرعة، وقاد الاجتماع الخنزير العجوز الحكيم. حضر الاجتماع كل الحيوانات، الكلاب والبقر والخرفان والحصان والمعزة والحمار اللي كان أكبر حيوانات المزرعة. وقف الخنزير ميجور العجوز في النص وقال: يا حيوانات المزرعة، إحنا عايشين حياة بائسة. الإنسان بيستنفذنا ويستهلكنا طول حياتنا، وأول ما بنعجز بيذبحونا. وخير المزرعة وحصادها الوفير كله مش لينا لكن للإنسان، فبالتالي هو العدو الحقيقي، بيستغل ويستعبد بني جنسه. الإنسان مش رحيم زي الحيوان. عمركم شفتوا حيوان بيذل ويشغل حيوان تاني عنده؟ عمركم شفتوا حيوان بيقتل حيوان زميله عشان ياخد مراته وأرضه؟ الإنسان العدو الأكبر اللي لازم نزيله من حياتنا ونثور عليه. بدأت الحيوانات تفوق، وبدأت تحط أسس وقواعد، وبدأت تنظم ثورتها. وكانت مهمة التخطيط والتنظيم على الخنازير، مهمة القتال والحراسة على باقي الحيوانات. وزعوا الأدوار على الحيوانات واستنوا اللحظة المناسبة عشان ينفذوا الخطة. في الوقت ده كمان دخل مستر جونز في وقت صعب قوي. خسر قضية فابتدى يشرب ويسكر ويبطل يشتغل، فابتدت الحقول تبوظ وابتدت الأعشاب الضارة تدخل على المزرعة، والحيوانات جاعت. والخنازير طبعاً استغلوا الموضوع ده عشان يحفزوا الحيوانات أكتر. وفي اليوم المحدد هجمت الحيوانات مستر جونز والحراس والمزارعين وطردوهم من المزرعة، وتخلصوا من كل حاجة ليها علاقة بالإنسان. كل السلاسل والقيود والكرابيج وآلات الحراسة والزرع، أزالوا كل حاجة كانت ليها علاقة بالإنسان، كل حاجة اخترعها الإنسان. شالوا كمان اليافطة اللي كان مكتوب عليها مزرعة القصر، مزرعة مستر جونز، وبدلوها بيافطة مكتوب عليها مزرعة الحيوان. عملوا علم خاص بيهم ومجلس عشان يناقشوا فيه القرارات المهمة، وكتبوا المبادئ اللي لازم يتبعها كل حيوان. وابتدى عهد جديد للحيوانات، ابتدوا ياكلوا براحتهم ويشربوا براحتهم، لكن محصول التفاح واللبن كان بيروح للخنازير بس. استمر الحال على كده فترة من الزمن لحد ما الحيوانات ابتدت تشتكي، هم كمان محتاجين تفاح ولبن. ولما اتخانقوا مع الخنازير أقنعوهم إن لو بطلوا ياكلوا تفاح ولبن عقولهم هتبطل تفكر، ومش هيعرفوا ينظموا العمل، ومش هيعرفوا يوزعوا الأدوار، وبالتالي محدش هيقدر يشتغل، والمزرعة هتبوظ، ومستر جونز هيرجع تاني. ولأن الحيوانات ما كانوش عايزين مستر جونز يرجع، رضيوا. وفي اليوم ده ابتدت الخنازير تحس بالخطر. فالخنزير اللي اسمه نابليون أخد مجموعة كلاب صغيرين لسه مولودين، وابتدى هو اللي يربيهم، وقال إن أنا هربيهم وهشرف على تربيتهم وعلى إنهم يكبروا وعلى أكلهم وشربهم بمعرفتي، ومحدش ليه علاقة بيهم. وشالهم فعلا في مكان معين في المزرعة محدش يقدر يوصل لهم فيه. حاول مستر جونز يرجع المزرعة لكنه فشل، لأن الحيوانات كانت بتدافع عن حريتها وعن كرامتها وعن حقها في السيطرة على المزرعة اللي بتتعب وبتشقى فيها. وطبعا كانت الخنازير بتشارك بدور كبير ألا وهو التخطيط فقط. وفي فترة بدأت فكرة تسليح الحيوانات تطرح على الساحة، لكن الخنازير اختلفت مع بعضها حوالين القرار ده، وقالوا إن إحنا من ضمن القواعد اللي حطيناها إن إحنا مش هنستخدم أي آلة من الإنسان عملها. لكن في خنزير منهم اللي هو نابليون قرر إن هو ينقلب على المجلس اللي معاه، وفعلا انفرد بالسلطة وانفرد بقيادة المزرعة لوحده. شوية بشوية ابتدت الخنازير اللي عايشة معاه تسيب الزريبة اللي كانوا عايشين فيها مع بقية الحيوانات، راحوا يعيشوا في القصر اللي كان عايش فيه مستر جونز. وأقنعوا باقي الحيوانات إن ده عشان خاطر سلامتهم، لأنهم عرفوا إن في مؤامرة من بعض الحيوانات اللي موجودة علشان يغتالوهم ويرجعوا مستر جونز، فلازم هم يعزلوا نفسهم علشان حمايتهم. طبعا وافقت الحيوانات على القرار ده، لأن ما كانش حد عايز يرجع مستر جونز. وكانت الكلاب مسؤولة عن حراسة الخنازير ومسؤولة عن سلامتهم الشخصية، وخاصة الكلاب اللي كان رباها نابليون. طبعا أي حيوان كان بيعترض على الأوضاع اللي موجودة كان بيتم إعدامه. بمرور الوقت بقى فيه جيل جديد من الحيوانات في المزرعة ما يعرفش نشيد وحوش إنجلترا، ولا يعرف حاجة عن المبادئ اللي اتكتبت في يوم من الأيام، ولا يعرف حاجة عن الثورة اللي كان هدفها تحرير الحيوانات. جورج أورويل قدم من خلال الرواية دي نقد ساخر للنظام الشمولي اللي هو سلطة الفرد الواحد، وإزاي إن السلطة بتخلي الناس تنحرف عن مبادئها اللي كانت أصلاً بتقودها للسلطة.
وده أدى لاستعباد الشعب المحكوم. رواية مزرعة الحيوان اتنشرت في إنجلترا سنة 1945، واختارتها مجلة التايمز من أفضل 100 رواية إنجليزية حتى سنة 2005. نشوفكم الحلقة الجاية.